تبع اليمن الملك أسعد الحميري الذي جال في الأرض وملك كثيرا من البلدان، قتل ابنه في يثرب من أحد أبناء قيلة، وأبناء قيلة هم الأوس والخزرج نسبة لأمهم قيلة، وسموا بالأنصار. فأراد أن ينتقم فحاصر يثرب، فأخذ يقاتلهم نهارا، فإذا جن الليل وسكنت المعركة بعثوا له بطعام، فتعجب منهم وقال: عجبت لهؤلاء القوم يحاربوني نهارا ويطعموني ليلا. فقال له أحد الرهبان وكان عالما: لا سبيل لك على هذه القرية، فإنها مهاجر نبي في آخر الزمان يطرده قومه فيهاجر إليها ويأمر بطاعة الله. فلما سمع تبع بهذا الكلام وكان حكيما قال: إني آمنت به ولئن بعث وأنا حي لأنصرنه. فكتب بكتاب وجاء فيه: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره كنت وزيرا له وابن عم، إلى آخره. وأيضا جاء في السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا تبع فإنه قد أسلم.